احنا النهارده في راس البر. طبعا الشقة اللي خدناها جميلة جدا. انا بدأت من التصوير من البلكونة لان الشقة تعتبر بلكونة. الشقة تعتبر بلكونة. فادي البلكونة هي. نيجي بقى نبص على البحر. البحر اهو اول نمرة. ادي البلكونة هي كده اهي. البلكونة هي اصول البلكونة هي وادي البحر اول نمرة. وطبعا جمال الشقة في المسؤول عن الشقة. يعني الراجل المسؤول عن الشقة راجل محترم، وراجل بصراحة ما بيتأخرش عن حد. باشمهندس علاء الدين راجل ظريف جدا، وراجل ما بيتأخرش عن حد. ادي البحر اهو وادي الايه البلكونة اول مطل. البلكونة. طيب نخش بعد كده. البلكونة فيها انتريه، فيها شاشة اهي. ونخش بعد كده على الأوضة. هما 3 أوض. خش على الأوضة ديت. الأوضة اللي هي أول أوضة فيها سريرين. أدي سرير وأدي سرير. أول أوضة فيها سرير وأدي تاني سرير. وفيها طبعا دولاب. فيها دولاب اهو. فيها دولاب وفيها تسريحة صغيرة. اهي فيها تسريحة صغيرة. طبعا ديت بتطل على شارع جانبي. هفتح الشباك اهو. شارع جانبي. نيجي بعد كده نخش على الأوضة اللي هي التانية. الأوضة التانية عبارة برضو عن سريرين. أدي السرير وأدي السرير ودولاب. يعني دولاب كويس اهو وتسريح. طيب ديت برضو بتطل على البحر. مباشرة اهي. يعني البلكونة وأوضة من الأوض بتطل على الايه؟ على البحر. نخش على الأوضة الثالثة. الأوضة الثالثة برضه عبارة عن أدي السرير وأدي سريرين. وفيه إيه؟ دولاب محندق كده أهو. دولاب كويس. وفيها مروحة لأنها إيه؟ مش بحري. يعني هو المروحة بتبقى موجودة في الايه؟ بس فيها ايه؟ بلكونة بتطل على الشارع الايه؟ الجانبي. طيب نخش بعد كده على في ثلاجة اهي. وفي سفرة صغيرة ب4 كراسي. بصراحة احنا كنا استأذنا من المسؤول وكنا بناخد معانا الايه؟ الكراسي. طبعا المسؤول عن العشة الباشمهندس علاء الدين. وانا هسيب رقم التليفون عشان برضو اللي حابب يحجز يتصل بالباشمهندس علاء الدين. نخش على المطبخ عادي خالص اهو. يعني مطبخ. على فكرة المطابخ عموما في راس البر ما بتستعملش قوي. وده البوتاجاز وده حضن جميل. خش على دورة المية صغيرة اهي. دورة المية اهي. حوض والقعدة وطبعا الدش. طبعا كل سنة وانتم طيبين في راس البر. و اللي عاوز حابب يحجز اي شقق الباشمهندس علاء الدين. ورقم التليفون ان شاء الله هنسيبه على الشاشه. والسلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين وعام سعيد عليكم وصيف جميل عليكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.